3 تحديات بتواجه رواد الأعمال الفرديين، وإزاي تقدر تتغلب عليهم. لو أنت رائد أعمال فردي أو لسه بتبدأ رحلتك، أكيد حسيت إن الشغل كله عليك، كل قرار، كل خطوة، كل تفصيلة بتعملها لوحدك. كلنا عدينا بالمرحلة دي. هتكلم معاك عن 3 تحديات أساسية بتواجه أي رائد عمل بيشتغل لوحده، والأهم إزاي تتخطاهم وتكمل شغلك بثقة ووضوح. تحدي العزلة والضغط، لما تكون لوحدك طبيعي تحس إنك شايل الدنيا على كتفك، كل تفصيلة بتقع عليك، وده ممكن يخليك تحس بالوحدة أو التوتر اللي ملوش نهاية. إزاي تتغلب على ده؟ ابني شبكة علاقات من ناس زيك حتى لو بسيطة. احضر فعاليات وورش عمل، هتتفاجئ إنك مش لوحدك. ابحث على منتور أو كوتش يساعدك تاخد قرارات أسرع وأوضح. 2. تحدي إدارة الوقت والتركيز. أنت المسؤول عن كل حاجة، ودي أكتر حاجة بتضيع الوقت والطاقة. بتلاقي نفسك بتلف في دايرة، بتعمل تسويق، خدمة عملاء، تطوير منتج، وكل حاجة بنفسك، والنتيجة مفيش وقت للإبداع ولا للتطوير. إزاي تسيطر على ده؟ حدد الأولويات، اسأل نفسك إيه اللي فعلا بيجيب نتيجة دلوقتي. استخدم أدوات ال AI وأتمتة المهام اللي بتاخد وقتك بدون فايدة. الحاجات اللي مش لازم تعملها بنفسك، شغل حد يساعدك فيها. ركز على اللي يفرق فعلا. 3. تحدي جذب العملاء وبناء الثقة. أكبر سؤال ليك أحيانا، أجيب عملاء منين؟ مفيش فريق تسويق ولا ميزانية ضخمة، وكل عميل بيجي هو نتيجة تعب شهور. طب الحل؟ إزاي تبني الثقة وتحقق مبيعات؟ قدم قيمة. خلي أول خطوة دايما إنك تساعد قبل ما تطلب مقابل. احكي قصص نجاح. الناس بتثق في اللي عنده نتائج وشهادات حقيقية من عملاء سابقين. ركز على إن منتجك أو خدمتك تكون هي الحل، مش مجرد حاجة إضافية. الخلاصة، لو قدرت تتخطى التحديات دي هتلاقي نفسك سابق بكتير من ناس بدأت قبلك. التحديات دي جزء من الرحلة، لكن النجاح بيجي للي قادر يكمل ويواجه كل حاجة بإصرار. وافتكر، انت مش لوحدك في الرحلة.